يلا بينا نبدأ مع بعض. احنا دلوقتي هنقطع الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، هنطلع منه البذر. دلوقتي هنقطعه كده تقطيع عشوائي علشان وانا بضربه في الكبة يكون سهل عليا. هشيل منها برضو البذر. برضو هقطعها تقطيع عشوائي علشان تبقى سهلة معايا وانا بضربها في الكبة. بس كده اخلص كل الكمية وهنرجع نشوف مع بعض هنعمل ايه. ده كده خلاص بعد ما فرمته في الكبة. بعد كده هحط على النار في حلة على النار. شايفين شكله عامل ازاي؟ احنا كده في حلة على النار هنحط فيها الفلفل بتاعنا، وهوريكم ازاي دلوقتي طريقة التسوية بتاعته. شايفين شكل الفلفل احمر قوي ازاي؟ طبعا انتوا زي ما انتوا عايزين. طبعا ممكن تجيبوا كمية وتخزنوها عادي من السنة للسنة، وتنضفوها بنفس الطريقة وتعملوها بنفس الطريقة وتخزنوها بتقعد عادي من السنة للسنة، ما بيحصل لهاش حاجة. طبعا النار اللي انا معلقة عليها نار متوسطة. هنسيبها كده شوية لحد ما الفلفل بتاعي ياخد غلوة ونرجع نشوف هنعمل ايه. كده الفلفل بتاعي خد غلوة. بصوا شايفين انا لما بعمل كده بالمعلقة في سوائل، انا مش عايزة السوائل دي. انا كده ههدي النار عليه خالص وهغطيه وهسيبه لحد ما يتشرب كل السوائل بتاعته، بس من وقت للتاني بنقلبه علشان خاطر ما يتحرقش معانا. شايفين ازاي انا كل شوية كده اقعد اقلبه علشان ما يتحرقش معانا وما يغمقش من تحت. هو كده بيقرب يشرب المية بتاعته، قرب يشربها خالص. كل ده بيبقى على نار هادية خالص. ده كده شكله بعد ما اتسبك كويس زي ما انتوا شايفين، مفيش سوائل فيه خالص وعامل زي معجون الطماطم. باقي بس اضافات بسيطة خالص علشان نحفظه لأطول فترة. هنسيبه بس يبرد وبعد كده هنكمل مع بعض. كده خلاص بعد ما بردت خالص معانا، احنا هنحط لها بقى الملح بتاعنا. طبعا انا على كل كيلو من الفلفل الحلو الاحمر هاخد معلقة كبيرة من الملح. طبعا انا عاملة هنا نص كيلو فهحط معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة من الملح. ويفضل طبعا لو ملح خشن، ملح بحر خشن. وهنقلبها كويس جدا. احنا دلوقتي هنحفظها في البرطمان بتاعنا. طبعا احنا غاسلينه ومعقمينه كويس قوي. هنحط الكمية بتاعتنا كلها داخل البرطمان كده. خلاص انا حطيت الهريسة بتاعتي كلها في البرطمان. هحط لها زيت على الوش واتأكد ان الزيت كله غطى الهريسة بتاعتي. طيب انا بعد كده هحط لها بلاستيك ريب اللي هو الاسترتش، هقفلها بيها كويس قوي. وكده انا حفظتها خلاص
هنحطها عادي في التلاجة او بره التلاجة مفيش مشكلة، بس نتأكد ان احنا لما نيجي نستخدمها نتأكد ان احنا ناخد بمعلقة نظيفة الاول، وبعد كده نبقى لو الزيت نقص معايا قل معايا نزوده علشان هو بيحافظ عليها، وكمان الهريسة ما تنشفش معانا. وبكده انا خلصت وصفتي النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير.